فكرة جميلة قوي قوي، هنعملها من ازازة الشامبو، يعني هنستفيد منها بفكرة رائعة. هنقطع الازازة من الجزء ده كده، يعني هنخلي جزء كبير وجزء صغير. انا قطعت اول جزء كده بالقطر، وبعد كده فصلت الجزء الباقي بالمقص، كان اسهل يعني. بعد كده سويت الاحرف بالمقص، وبدأت اثبت الجزئين في بعض بنقطة شمع كده فقط، علشان اقدر الف عليها الخيط، يعني يبقوا ثابتين بس. كده كده الخيط هيثبتهم جدا جدا في بعض. هتسأليني على نوع الخيط، هقولك استخدمي اي نوع خيط متاح عندك، ايا كان، خيط خيش، خيط مكرمية، خيط قطان، اي خيط متاح عندك. طيب لو ما فيش خيط، هنبدأ نغلفها بالقماش. هنقيس مقاس الجزء اللي تحت بالقماش والجزء اللي فوق، وهنغلفهم، وهتبقى الفكرة تمام جدا. وهناخد الفكرة الأساسية ونستخدم الخامات المتاحة عندي. تمام. انا كده غلفتها بالخيط، وبدأت اعمل لها اطار على كل جزء من اللي فوق واللي تحت بنوع خيط تاني او بلون خيط تاني، علشان يديني اطار حلو كده. انا في الوقت ده مثلا ما كانش معايا شريط تزيين، اديني استخدمت خيط لون تاني اداني نتيجة حلوة جدا. وعملت فيونكة كده على الجزء اللي تحت، حطيت لها فص لولي لان الاساس عندي ابيض، حطيت لها الفص الابيض. ايه المنظم بقى القمر ده، جميل جدا، مساحته حلوة قوي. هياخد معاكي جزء في حاجات في الجزء اللي تحت وحاجات في الجزء اللي فوق زي ما انا منظماه كده، ومتين وعملي. ممكن تستخدميه في اي مكان في البيت عندك، هيبقى مفيد معاكي قوي. ودينا استغلينا حاجة كان ممكن نرميها. جربوا الفكرة، مستنية رأيكم.